السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ايه اسباب نزول البورصه النهارده؟ نخش في الموضوع على طول، اكيد الناس كلها شايفه قلقانه وبتاع ومش عارف ايه. بصوا يا جماعه، بمنتهى البساطه كده، اي بورصه في العالم مش البورصه المصريه بتنزل لما يكون في توترات في المنطقه اللي حواليها. مش لازم يبقى عندها خالص، حتى لو احنا بعاد جدا واحنا فعلا بعاد جدا، برضه ستيل انت مشاكل بتحصل جنبك بتاثر عليك. طيب هل ده الطبيعي؟ اه ده الطبيعي. طب احنا في ايام كتيره كان بيحصل حوالينا حاجات وما حصلش حاجه، فهل ده كان طبيعي؟ ده هو ده اللي ما كانش طبيعي. يعني الطبيعي لما الدنيا تتوتر حواليك الدنيا تتريح شويه، تصحح، يعني يبقى في اي حاجه تمام. فاللي حصل النهارده هو رد فعل طبيعي للي كان بيحصل الايام اللي فات، بس تحس الناس يعني ايه، فاقت فجاه. وتحس في نفس الوقت ان برضه عشان كنا داخلين على 32000 يعني نقطه، فبرضه ايه الناس بتبيع. وخلي بالك، ما انت كل ما البورصه بتطلع كل ما الناس كسبانين. طيب هل بقى تشاؤم وهننزل وهنروح وهنتهبد؟ لا مش شرط خالص خالص، ولكن كان لابد من حدوث بس شيء زي ده، تصحيح. قد يستمر يومين، قد يستمر ثلاثه، قد يستمر، مش مهم يستمر قد ايه، بس ده كان طبيعي، ده هيلثي وحاجه مهمه للبورصه. ان مفيش حاجه بتفضل تطلع على طول، لازم في وسط الطلوع لازم بتلاقي نزول، ولازم بتلاقي تريحه، ولازم بتلاقي حاجه زي كده. طيب ان شاء الله ما يطولش، ما يبقاش تصحيح طويل والدنيا ايه ترجع لمجاريها تاني. طب سؤال بقى مهم جدا، افرض حصل تصاعد. خلي بالك، هو اللي بيحصل حوالينا ده ممكن يهدى على فكره. انا مش بتكلم على ان الحرب تخلص، لا 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 خالص. ما انت في حاجات خلاص المستثمر اتعود عليها. يعني ايه؟ يعني مثلا البورصات الاوروبيه لو كانت وقعت مثلا بدايه حرب اوكرانيا، والبورصات العالميه وقعت بدايه حرب اوكرانيا، خلاص الحرب بقى مستمره والبورصات عادي رجعت لطبيعتها، لان ما بتفضلش طول عمرها تنزل. الناس بتتعود على الاحداث. فللاسف الناس متعوده ان في مشاكل ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين وفي حروب، خلاص الناس متعوده على كده. اللي ينزل البورصه ايه؟ التصعيد الجديد، حاجه مختلفه، حاجه حصلت بطريقه مختلفه عن اللي كان بيحصل قبل كده. موضوع ايران ده ما كانش طبيعي انه يعدي بالسهل. يعني ما كانش طبيعي ان موضوع ايران ده ما ياثرش على بورصات المنطقه كلها ويخليها تصحح شويه. هو اي نعم كان الطبيعي انه يحصل في ساعتها، يعني مش بعدها بكام، كان الطبيعي يحصل في ساعتها الكلام ده. لكن في جميع الاحوال في اخبار ما ينفعش تعدي بسهوله، في اخبار كبيره المفروض كمان انها تؤثر على بورصات العالم كله. طيب سعر النفط هو برضو احد الاسباب ان بورصه امريكا نزلت امبارح يوم الاثنين. ليه؟ لان سعر النفط ده من الحاجات اللي بتزود التضخم وبتزود التكاليف على شركات كتير، فبالتالي ممكن يبقى مش حلو لبعض الاسهم في البورصه. فده من احد العوامل اللي خلت السوق الامريكي ينزل شويه. برضو مع نزول السوق الامريكي سنه، مع البانيك، مع القلق اللي في الدنيا، كان طبيعي ان احنا برضو ايه ننزل لنا نزله كده. طيب ايه بقى السيناريو اللي مش متفائل؟ السيناريو اللي مش متفائل ان لا قدر الله يحصل تصاعد اكبر ما بين ايران واسرائيل تحديدا. انا بتكلم على البلدين دول، لان خلاص زي ما قلنا الصراع الفلسطيني الاسرائيلي الناس المستثمرين هضموه شويه يعني الى حد ما. لو ردت بقى اسرائيل رد عنيف على ايران، للاسف دي هتبقى بدايه مشاكل تانية كبيره قوي. ايران اكيد مش هتسكت وهترد رد اكبر، وده بقى يضرب ده، والموضوع هيوسع هيبهوى. فده طبعا مضر جدا لجميع بورصات المنطقه وبورصات العالم كله. على فكره هتلاقيها ممكن انها ايه تتهزلها هزه محترمه لو الموضوع ده حصل فيه كده. هل وارد اسرائيل، انا مش محلل عسكري قلتها 5 مرات في الفيديوهات اللي فاتت، انها ما تردش على ايران وتكبر دماغها؟ اه وارد، بس مش موضوع تكبير دماغ. موضوع ان ايران هددت جامد جدا الايام اللي فاتت وحطت اهداف عسكريه. ما اعرفش بقى ده بيبقى اشاعات ولا ده بجد ولا ايه. انا بشوف اللي بشوفه على تويتر بحكي لكم ان يعني خلي بالكم احنا شايفين هنا وشايفين المفاعل، وهنضرب لكم ايه لو عملتوا ايه، هنضرب لكم ايه لو عملتوا ايه. فالموضوع كبر. وارد اسرائيل تهدى شويه، تباك اوف شويه. ولو ردت بعنف وارد نشوف يعني تصاعد سيء ممكن يضر طبعا البورصات المنطقه كلها. كده كده بتابع معاكم على قد ما اقدر يوم بيوم. لكن انت لو انت مش عارف تفسر الاحداث، لو انت بتخسر في البورصه، لو انت بتخسر في سوق صاعد، احنا بنطلع بقى لنا سنه ونص ولا سنتين، لو انت في السوق ده خسران انت عندك مشكله كبيره جدا. انت لازم تتعلم مظبوط. فضي كوبايه، انسى اللي تعرفه، ابعت لنا على رقم الواتساب اللي قدامك، هنعلمك بورصه صح. سواء انت مبتدئ او بقالك 10 سنين في البورصه، عندنا بروجرامز مناسبه للاثنين. شكرا والى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامه.